السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جديد هيتضاف عندنا إن شاء الله وهنصممه من أوله لآخره، اللي هو حسابات الخزنة. حسابات الخزنة هيبقى برنامج بسيط قوي كان في الإصدار الأول، وإن شاء الله في الإصدارات اللي بعد كده هنطور فيه قوي. لكن الإصدار الأول هنكتفي بالحاجات ديت، وهي إضافة مورد، عميل، موظف، تكويد المصروفات وإدارة واردة، تكويد إيرادات واردة، إذن استلام نقدية، إذن صرف نقدية، كشف معلش أنا آسف كشف حساب الموردين، وكشف حساب العملاء، وكشف حساب الموظفين، وكشف حساب الخزنة، ورصيد الخزنة، وتغيير كلمة السر اللي هو بتاع اللي هو يعني يوزر البرنامج. اول خالص اهو هنصمم اول فورم وهنفرغه من الجوانب اليمين والشمال وكل حاجة. يبقى فورم واحد. هنكتب هنا الشاشة الرئيسية، واحد. اتنين، هيبقى فيه شاشة رئيسية اتنين، اللي هو بعد ادخال اليوزر نيم والباسورد. وده بقى مشكلة العربي، عشان كده مكنتش بحب اكتب عربي اصلا. اهو نشيلها كلها اهي. بس هنا لازم يبقى فيه جدول في الاول. اسم المستخدم، وهنا كلمة السر. اسم المستخدم الأدمن، أو نخليها بالإنجليزي بقى الأدمن. وكلمة السر 1 2 3 مبدئيا يعني، لحد ما ايه نعمل عملية تغيير. هنا الشاشة الرئيسية اسم المستخدم، وهنا كلمة السر. خلاص. وهنا هنعمل الكتابة اللي هتكتب عليها. وهنا هنعمل إعادة ضبط الفونت. ونعمل عملية وسطنة للكلام. وهنعمل عملية شبكية تمسك كل اللي احنا عملناه دوت. العملية الشبكية اهي. اهو. وهنعمل خلفية للبرنامج
هنيجي هنا نضغط على ديت، وهنا بيكتشر، وهنيجي هنا ونيجي هنا ونخلي الكلام يكون لونه كحلي، بس الكتابة لونها أصفر، ويتخن شوية. أول حاجة بنفتح البرنامج يظهر لي اللي هو الشاشة الرئيسية واحد. نيجي نفتح كده اهو، هيظهر أول حاجة في الشاشة الرئيسية، يظهر لي أول حاجة في الشاشة الرئيسية. تمام. وهنعمل هنا زرار من الدخول. كده احنا عملنا اول حاجه في الشاشه الرئيسيه. الشاشه الرئيسيه التانية بقى اللي هي دي، هيكون الخلفيه بتاعته مختلفه شويه. بيكتشر اهو، يلا الصوره التانية. هنعمل ستريتش للصوره بحيث تاخد الفورم كله، ستريتش للصوره اهي، شايفين دي؟ بحيث مهما تكبر هو بيظبط مع الفورم. انا بقى عايز اقول له عايز اوصل لهنا ازاي. وهنا الباسورد احنا قلنا مبدئيا كده 1 2 3. ايه الدنيا؟ الدنيا يا سيدي اللي احنا هنعمل 2 تكست بوكس هنا اهو، ونقول دوت بتساوي دي لوك اب. دي لوك اب هنستخدم الايه، دي لوك اب هتساوي الكلام دوت، بس ده متغير وده متغير، بالك. دي لوك اب انهي بقى؟ هنا احنا قلنا الجدول ده اسمه هنا هنسميه كلمة سر المستخدم وكلمة السر. هناخد الكلام ده كهو رينيم، وهنضيفه هنا بين علامتين تنصيص دول، وجوه هناخد كلمة السر. هنضيفها في الخانة دي. نرجع تاني، كلمة السر، وتبقى المشاكل بقى اللي مواجهاني بالنسبة للغة العربية بقى، بس احنا هنحاول نوصل لها. طيب نقفل كده القوس كده، نقفل القوس التاني. مش عارف انا اسمها ازاي، عرفت ليه انا كنتش بحب اكتب العربي، عربي مقرف. ها،
بعد كده نوصلها من خانة تانية. تيبل كلمة سير اهي، يبقى كلمة سير من ايه؟ من المستخدمين كلمة والسر ايه المستخدمين. انا عندي كلمة سير مستخدمين وكلمة سير. ماشي، هناخد بقى الكلام ده هنضيفه هنا في الدي لوك اب من اولها لاخرها. بس هناخد بقى ايه اللي في النص دي، هنغير في النص دي بس كده. اهو ناخد بقى الدي لوك اب دي، هنيجي عند الخانة اللي تحت وبتساوي الكلام ده. نشوف ما جابتش. طيب مش هقلب. بص يا سيدي، دي لوك اب بتساوي الخلية اللي جوه والخلية ايه والاسم الجدول. اسم الجدول اهو المستخدم وكلمة السر اهي، هنضيفه هنا. انهي بقى اللي جوه كلمة السر اهي، ناخدها كده. حصل لخبطة مش مهم، خد بقى باللخبطة كده اهو، وايه هتضيفها هنا. بس خلاص متبقاش دعوة بقى باللخبطة اللي حصلت. يظهر ايه 1 2 3، نفس القصة اللي احنا عملناها هنا اهو، هنزود عليها بس ايه اسم المستخدم. اسم المستخدم هنغير دي، هتبقى اسم المستخدم، هنحطها في الخانة التانية بس. اسم المستخدم، لا يبقى هنا اسم المستخدم من الناحية دي. ده هيختفي يعني مؤقتا يعني. بعد كده هنطبق قاعدة اف، تقول ايه بقى لو المربع ده بتساوي المربع ده، بعد كده زين الدباجة يعني، بعد كده ايه افتح لي، وهنعمل كمان اند المربع ده اند المربع ده بتساوي المربع ده زند، افتح لي خانة يا اما else، افتح لي الرسالة التانية، بعد كده اند اف بس خلاص. دي الدباجة بتاعت الايه قاعدة اف. ماشي، لو انهي بقى مربع بتساوي مربع، لو المربع ده بتساوي المربع ده، المربع ده بقى اسمه هنا ايه، هنشوف اسمه هنا تكست 116. تكست 116 بتساوي هنا تكست
تكست 2، بعد كده تاني تكست 18 بتساوي تكست 4. خلاص، لو اتحققت الشروط يبقى دوكيمنت اوبن فورم، اللي هو فورم انهي بقى؟ الشاشة الرئيسية التانية. ده اسمه، تعالى بقى نكتبه كده اهو، بس كده. else غير كده هنصمم رسالة. مش عارف ايه حكاية التأنيب ده بقى. نصمم رسالة صغيرة كده اهو. بتقول ايه الرسالة بقى؟ كلمة السر أو المستخدم غير صحيح. بعد كده ايه؟ هنعمل زرار هنا إغلاق. ماشي يابا. هنا رسالة تحذيرية أو رسالة خطأ. لا، كلمة السر. هنعمل لها تلوينة بس بسيطة كده. ونكتب كلام اللي في النص ده. ماشي، ونيجي نعمل هنا توسطين للكلام، وده الزرار ده يبقى لونه أزرق مثلا، وندخل الكلام شوية بس كده. سجل. الرسالة هتبقى بوب أب، يعني رسالة مصغرة مش كبيرة أوي للدرجة دي، بس تدي المنظر ده. وفي نفس الوقت الرسالة ايه؟ بتخليها في عملية النص. كمل. يبقى لو أي حاجة غير كده افتح لي الرسالة دي rename بس كده. كنترول سي امتى بقى؟ فين؟ في كل ده في الامر ده. انا مش عارف بقى ايه قصة التهنيج دي. طيب الله، ما بيقبلش العربي، ما بيقبلش كلام العربي، بس هو بيقبله. هما في ايه؟ طب استنى كده. الشاشة الرئيسية 2. هو ما بيكتبش. ماشي بقى نكتب بقى الشاشة الرئيسية 2. الشاشة الرئيسية 2. طب يا اخوي، من الشاشة الرئيسية 2. هنا رسالة خطأ كلمة السر.
النقطة التانية اللي احنا نخفي ده، ما نمسحوش لكن لازم يختفي. تعالى كده نكتب الكلام صح، نحاول نكتب الكلام صح. ادمن 1 2 3 ده خلي الشاشة الرئيسية. تعالى كده بقى ده تاني، ادمن 50 20. كلمة السر او المستخدم غير صحيح. عايزين نفعل بقى بمرة زرار الاخراج ده. بنيجي هنا الحاجات الهايفة زي دي، يعني امر واحد بس وخلاص ويقلب، ماشي ممكن نستخدمها ماكرو عادي. ماكرو عادي مفيش مشاكل. اهي ماكرو كلوز ويندوز، ماشي اهي كلوز ويندوز. يعني كلمة السر خطأ، ما هيعمل ايه؟ خلاص مش هيعرف يعمل حاجة. دو الحاجة التانية بقى والناس كلها هتتكلم عليها دلوقتي، الله كلمة السر دي بتبقى نجوم نجوم. ماشي هنعمل ايه؟ هنقف هنا كده ونيجي هنا ونيجي هنا ونيجي عند كلمة فورمات دي. هتنسي بس نحاول نوصلها. كنت بجيبها منين؟ اهي مش هنا باين ايه؟ ايوه يظهر بقى. ايوه باسورد فينيشت باسورد. اد من يعني المفروض 1 2 3 اهو دخل. طيب واحد بس ما دخلش. حمل المثال ده كده ايه مبدئيا مؤقتا لحد ما نكمل برنامج الخزنة. خد بالك برنامج الخزنة ان شاء الله باذن الله مش هيخرج عن الحاجات دي كلها. هيبقى فيه اضافة موردين واضافة عميل واضافة موظف، كل ده هيتضاف في البرنامج جديد. ماشي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.